المحكمة. ايه رأيك في الموضوع ده؟ اما يعرضوا الطلب ده هرد عليهم. شيء مهين ان انت بعد كل اللي عملته للبلد دي توصل للمرحلة دي، مش كده؟ مؤلم قوي يعني. انت عارف أو مرة قبل كده يعني في حملة من الحملات السابقة في لحظة غضب فكرت في الهجرة. المشكلة ان انا ما بقدرش اغيب عن مصر اكتر من 29 يوم. ولا اي حد فيه. لا انا 29 يوم يعني، في غيري بيغيب اقل، في واحد يقدر يستحمل 6 اشهر. انا 29 يوم ابكي بالدموع، لازم ارجع يوم 30 ان شاء الله اقعد يومين واسافر تاني لو في شغل. انا عدادي البعد عن مصر 29 يوم. فانت قدرنا يعني لدرجه قلت طب والله قعدت افكر يا عمرو النهارده الواحد كان يشتغل ايه عشان ما حدش يتهمه باي حاجه. لا مفيش حاجه، حتى لو فتحت محل فول مفيش فايده يعني. اي ناجح يعني ايه ده لو فتحت محل فول ونجحت المحلات اللي حواليك هيقول انك الفول بتاعك بيجيب تسمم وفيه هرمونات. لازم اي ناجح لازم هيترمي بالفول. لا انسى وانا صغير كان في محلين صوبيا عندنا في سيدة زينب. الرحماني سبوا سمموا عند واحد عشان صوبيا الرحماني والناس اتسممت عدد شهور الحكايه عشان منافسه في التجاره. بس ده كان استفتاء على حب الناس ليك. الحمد لله. لا تتصوري مدى سعادتي في هذه الايام. الولاد عاملين ايه؟ زي الفل. ساره قالوا لك ايه؟ ولا ما هم طبعا البنات. بس احلى تعبير اتقال لي من ساره، قالت لي احنا ما بقيناش نحس. قلت لها ليه؟ قالت لي يعني الكلام اللي بيتقال والبتاع ده انا حاسه انه بيقولوا كلام عن حد غريب يعني يعني لانها مش مصدقه. فده ابلغ تعبير بجد. انت قلت ان بوسي كانت ليها موقف رائع معاها على التليفون على طول يعني. انا اول حد كلمتها وانا عند النائب العام من جوه على التليفون. الكلام اللي انت قلته في احد البرامج خلى ناس تقول ان انت هترجع او رجعت. لا ان شاء الله هنرجع. وكتب ان شاء الله، هو كتب ان احنا رجعنا خلاص. لا ان شاء الله هنرجع باذن الله. يا رب قريب يا رب ان شاء الله. يبقى لسه شويه ونستضيفكم هنا برضو يا رب يا رب ان شاء الله. حلوه الحياه وانت عايش لوحدك كل ايه؟ هي حلوه في حاجه واحده بس. انك لما بتعلي صوت المزيكا ما حدش يقول لك وطيه. او بتفتح الثلاجه مثلا انت بتبقى عايز ايه او بتعمل ايه لا او بتفرج على كوره. وفي الناحيه الثانيه حاجه ثانيه. هي الاشاعات اللي طلعت قبل كده وسببت يمكن في اديكي مثال ان انت علاقاتك النسائيه بالتالي اول مره يعني تواجه شائعه. يعني اديكي مثال، ما انا عايز ادي مثال. ده الغريب ان حد يطلع عليك اشاعات لمده سنتين ان يتجوز فلانه، لا ده بيحب على علاقه بفلان، لا مش عارف ايه. بعدين فجاه بعد الستات دي كلها الراجل ما يبقاش ليه في الستات يعني حاجه يعني الاشاعتين طالعين هم. لا انا افضل الاشاعه الاولانيه على فكره. طبعا. خلينا ناخد اتصالات. معانا ناس كتير عايزين يتكلموا الفنان نور الشريف. الاستاذ محمد ثروت رئيس قسم الشؤون الدوليه بجريده اليوم السابع. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا. استاذ امال. وبحيي فناننا الكبير الاستاذ نور الشريف. اشكرك على حاجتين، اول حاجه على صبره الجميل اللي واضح من ملامحه وعدم تاثره بالموقف العصيب، والشيء الثاني على اظهار مدى حب الناس اليه في جميع انحاء العالم العربي. اشكرك. النقطه المهمه، انا بدعو ان المحكمه تتحول الى محاكمه لهذا النوع من الصحافة الرخيصة اللي أساءت للوطن وللحرية والمهنة الصحافة. ونفس الرئيس مبارك أذكر من سنوات أنه اشتكى من هذا النوع من الصحف أيام الدكتور مصطفى كمال حلمي، ولما كتب الكاتب الكبير سعيد عبد الخالق في الوفد حملة كبيرة عن هذه الصحافة الصفراء اللي هي رخصتها من 500 ل 1000 جنيه. يعني يا أستاذ نور، هل يرضيك أن صحيفة الرخصة بتاعتها ب 500 جنيه من خارج تشوه سمعة فنان بهذا الحجم وتشوه مهنة الصحافة؟ أستاذ ثروت بنشكرك شكرا جزيلا. معانا تليفونات كتيرة. أهلا شريفة، اتفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا عمرو؟ ازيك مدام امال؟ اهلا بيك يا شريف. استاذ نور الشريف، يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انت فنان كبير وعظيم، وانت مش محتاج ان احنا نقول لك اي حاجه
او نتكلم في الموضوع ده. الموضوع اقل كتير جدا من ان اي مخلوق يتكلم فيه. انت كبير قوي قوي عندنا، اشكرك، كبير قوي عند الشعب المصري. الحمد لله. واحنا كنا قاعدين النهارده في ندوه في نادي الجزيره، والحديث دار على الجوانب كده عن موضوع حضرتك، وما تصورش قد ايه العالم كلها مستاءة، وانهم كانوا واحنا قاعدين بيطالبوا ان الصحفي ده. شكرا شريفة هانم. لازم. اشكرك. اهلا سامر من دبي. انا عايز اقول 3 حاجات شويه ممكن يكونوا غريبين يعني. اتفضل. بخصوص ان احنا بنتكلم عن دراما يعني. اول لقطه جات لي المنظر بتاع الفيلم بتاع نور بتاع يوسف شاهين لما قطع الصوره اللي ورا المأمور. مين اللي عايز يكسر التاريخ بتاعنا؟ عايز افهم يعني الراجل ده ثروه قوميه المفروض يتامن عليه، المفروض البلد تامن عليه. يطلعوا كلام زي ده. وبعدين حتى عمرو انا مستأمن اسئلتك ما تزعلش، عمال تسال في اسئله واخد الحديث في منحى انه انت ولا مش انت، وبدل ما تسالوا على انه مين دول اللي بيعملوا فينا كده، مين الناس دي؟ عايز افهم مين الناس دي؟ مين الناس اللي عمالين يكسروا كل رموز البلد؟ يعني هيوصلوها. انا بقى مع نظريه مؤامره. لا احنا بس بنحاول يعني يا سامر لو تفتكر ان انا من اسبوع اتكلمت في الموضوع ده، عايزين يودونا فين، بس الاستاذ نور ما يبقى موجود انا دوري ان كل الاسئله اللي هي الصراصير اللي في دماغ الناس نفضها ونفكها وتشوفوا الراجل ده وبيجاوب بهذه الثقه وبهذا الهدوء عشان المسائل دي تنتهي. يعني ده دورنا، لازم نطرح اللي موجود في الدنيا كلها، لازم يتقال. يعني مين معانا؟ هويدا. اهلا هويدا، اتفضلي. مساء الخيرات. اهلا بيك يا فندم. ضحكتك كلها براءة يا استاذ نور. الله يخليكي. عينك بتضيق كده وزي القمر. الله يخليك. الله اكبر تاتشود ما بتكبرش. نتكلم في سيبك من الكلام التافه يعني كتير ان احنا نرد عليه. اشكرك. ومعاك ان انت ما تسيبش حقك، انما بص في الرحايا انت عامل دور يا ربي عظيم يا ربي. فيلسوف. انت رول تمثيل. الله يخليك. والله انت تدرس. الله يخليك. كل مشهد في الرحايا ماستر سين ولازم يدرس في الاكاديميات. شكرا هويدا. ميرسي مدام هويدا. معانا منال سلامه. اهلا بيكي فنانه منال سلامه. اهلا بيكي مدام امال. اهلا بيكي يا عمرو. ازيك يا استاذ؟ اهلا منال. ازيك يا استاذ نور؟ ازيك يا بنتي؟ انا الموضوع مستفزني من زمان قوي يا عمرو، من ساعه اللي حصل ما حصل. لانه قيمه كبيره بحجم نور الشريف تصدق بالله. لا اله الا الله. يعني مش عايزه الناس تفهمني غلط. لو فعلا الموضوع ده حقيقي، ده لو افترضنا جدلا نص في المليون ده حقيقي، ما يصحش يتنشر يا عمرو، لان انت بتهد هرم من اهرامات مصر. انت في بدايه الحوار بتتكلم عن حريه الصحافه. حريه الصحافه لازم تفكر في الاول. منال سلامه اتقبض عليها في قضيه اداب. ايه خص يعني يفكروا في اولاد منال سلامه، يفكروا. طب شكرا منال، لانه احنا خلاص ما تقفلش. انا شايفه بتتر لو سمحت. وقتنا خلص، بس عشان ناخد تليفون تاني. شكرا منال. اشكرك يا منال. طب ناخد كلمه نهائيه من حضرتك للناس. القضيه بعد بكره عايز تقول ايه لجمهورك اللي وقف جنبك والناس والموقف اللي حصل؟ دي كلها عايز اقول اني بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، واي كلام من عندي اقل من السعاده اللي سببوها لي فعلا بموقفهم الشريف ناحيتي. حتى يعني لفت نظري ان بعض اقلام ما كانتش بتحبني كفنان شاركت في الدفاع عني في القضيه دي. قد كده انا سعيد بهذا الموقف اللي اداني نوع من الصلابه اكتر، وبتمنى من قلبي مش لي انا بس، لكل مصر، ان لا نتسرع في تشويه الاخرين. لا نتسرع في تشويه الاخرين. ما اسهل الشتيمه، ما اسهل ان انا ارمي طينه على وش اي حد، لكن هيبقى في النهايه الحقيقه. للاسف الشديد ان احنا دخلنا في زمن مش هيبقى ليه ذاكره، وده اللي يخوف. عشان كده انا مصر ان احنا استمر في الدفاع عن حقي وحق اي انسان يكون في يوم من الايام في موضع يشبه موضوعي ده، عشان نعمل علامه. لان احنا للاسف الشديد احكام كثيره في حياتنا يقول لك ايه بالقياس على اللي مضى، يعني اسمها ايه ليها تعبير يعني. فانا بشكركم على انكم اتفرجتوا علينا. بشكر مدام امال وبشكر عمرو. شكرا لحضرتك، خصتنا بهذا الحوار. واحنا يعني كان المفروض نفتح كل الكلام عشان زي ما عودنا الناس ان احنا نرد على كل حبيبي. انا ما زعلتش. لا شكرا ليك. شكرا ليك. بشكركم شكرا جزيلا. حلقه مميزه جدا من القاهره اليوم، لان ضيفها هو فنان
يعني نادر الوجود وفنان مميز، واحنا كلنا واقفين وراه، وان شاء الله العداله تاخد مجراها بعد بكره او بعد يومين في المحكمه، ونشوف هنوصل لفين. بشكركم شكرا جزيلا. غدا حلقه جديده من القاهره اليوم، ارجوكم ابقوا معنا.